ابديت سريع كده جدا بخصوص تشات جي بي تي، وهو انهم ضافوا دلوقتي ميزه الايجنتيك مود، وبقى تشات جي بي تي زيه زي مثلا مانوس اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وقلنا ان انت تقدر طبعا تديله تاسكات ويقوم بيها على الكمبيوتر بتاعك، وبالاخص على البراوزر بتاعك، زي ان هو مثلا يحجز لك طيران، او انه مثلا يحجز لك فندق، او يعمل لك اي تاسك على البراوزر بتاعك انت كنت بتقدر تعمله بنفسك ومن غير طبعا ما تتدخل تماما. دلوقتي يقدر هو يخلص لك اي تاسك على البراوزر بتاعك، يقدر يعمل لك ماركت ريسيرش، يقدر يعمل لك عمليه شراء كامله مثلا من على الامازون او من على اي موقع تاني. دلوقتي تشات جي بي تي اخيرا بقى فيه الميزه ديت، وبقت خلاص انكلودد في البلس بلان، وهي اللي ثمنها $20 في الشهر. وزي ما احنا عارفين ان مانوس طبعا شغال بنظام الكريدت، وطبعا الكريدتس طبعا ممكن يعني تخلص بسرعه على نظام $20 اللي هم عملوه. فمقارنه بتشات جي بي تي هيكون الموضوع اوفر ليك كتير، ان انت خلاص مش بتشتغل بنظام البوينتس، انت خلاص في السبسكريبشن بلان بتاعت $20 بتاعت تشات جي بي تي انت هتكون مشغل ايجنتيك مود بشكل اوفر بكتير من مانوس. لحد دلوقتي نقدر نقول ان في المقارنه بين الاثنين مانوس يتفوق في حاجات زي مثلا السرعه وزي مثلا الديزاينز في البرزنتيشنز، ولكن تشات جي بي تي برضه ستيل شغال على الموضوع، ومتاكدين طبعا ان هو في الايام الجايه هيكون بيعمل تحديثات قويه جدا في موضوع الايجنتيك مود، واكيد مع الوقت هيطوروا موضوع السرعه، ويمكن كمان موضوع ان هو يبقى مور ادفانسد اكتر كمان من مانوس في المستقبل. فلو انت على الخطه المجانيه مش هيكون شغال عندك الايجنتيك مود دلوقتي، ولكن لو انت على البلس بلان هتلاقي الايجنتيك مود متفعل عندك خلاص. انا محمد سمير وبتكلم عن الاي اي والفريلانس، وبعلمك حاجات جديده تقدر عن طريقها تعمل فلوس اونلاين. سلام.